تتركن تتركن في ايه؟ ليه؟ ليه؟ فين بقى اصل لا 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 ده خالد عبد الجليل بيعملها عشان لا حبيبي ما كانش خالد عبد الجليل ده هتمنعني كله. النهارده اسمع حاجات غريبه جدا انت بتسمع عنها مذهله. يعني من كام سنه كده قالوا رفع رسوم الرقابه. ان الرقابه الرسوم الرقابيه بقت خياليه على يعني اي فيلم، اي واحد مخرج مستقل عايز يعمل فيلم ولا اي حاجه زي كده هيتخرج ما يقدرش، لان هيصرف تقريبا الميزانيه كلها للرقابه. فايه رحنا لخالد الدكتور خالد عبد الجليل ورحنا للدكتوره ايناس عبد الدايم قلنا ما ينفعش اتفضلوا يعني ايه ان قالوا اوكي لا خلاص مش هيطبق. النهارده خالد عبد الجليل الدكتور خالد عبد الجليل بيتحاكم بدون التجديد اموال عامه لانه القرار ده بتاع عدم رفع الرسوم بتاعت الرقابه ما اتمضاش من اليو اس